ايه مشكله الانتكاسات؟ الانتكاسه اليوم بتخليني ارجع اعالج المريض ده ضعف المده بادويه جديده، لان طبعا ساعات الانتكاسات دي بترجع بتحور في الفيروس، بيبقى عنده نوع من المناعه للادويه اللي موجوده. ولذلك دايما لما بنتكلم هنعالج المرضى ازاي، ما نقدرش نعالج زي الانتيبيوتيك. واحد عنده التهاب رئوي وبديله انتيبيوتيك ياخد 3-4 ايام يستريح يوقف، تيجيله انتكاسه ما اقدرش اديله نفس الانتيبيوتيك. مظبوط. فاحنا بقى بنتعامل مع فيروس، وفيروس شاطر ومش سهل التعامل معاه، فلازم لما اعالجه مظبوط وافضل فتره العلاج مظبوط بحيث ان انا اقلل نسبه الانتكاسات. نسبه الانتكاسات في الادويه اللي اوريدي موجوده عندنا في مصر بين 5 ل 7%. في مصر هنا؟ لا، عالميا. عالميا. طبعا احنا بنرجع نبص للديتا بتاعتنا، يعني احنا في مصر ابتدينا نتكلم ان نسبه الانتكاسات عاليه، وصلت 28. دي نسبه عاليه جدا. فاحنا لازم ليه؟ لازم ندرس ليه حصلت الانتكاسات دي. يعني اذا مطلوب من اللجنه القوميه للفيروسات الكبديه الوقوف على هذه الحقيقه. طبعا ده المفروض بحكم